السلام عليكم. ابدا الفيديو ديالنا بصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم غنشارك معكم محبوبه الجماهير حليوه التمر. تبعوا معايا المقادير. اولا عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده، عملت فيها واحد 2 معالق ديال السكر كلاصي، اولا من الاحسن نعمل واحد المعلقه سكر كلاصي اللي بغى الحلاوه ناقصه، وعملت فيها واحد الفلانتشينو كيعطي واحد المذاق، واحد اللون رائع صراحه، واحد اللون كيعطيه كيحمق، وحتى المذاق حتى لوكو كيجي مزيون. كنعجنوا مزيان ديك الزبده، ومن الاحسن تكون زبده حيوانيه وتكون بحراره المطبخ. كنزيدوا هنايا واحد نص كاس ديال المزهر، واحد الكاس ديال الزيت صافي، وكنخلطوا مزيان مزيان ديك الزبده. حنا عملنا الزيت، المهم حتى كينسجموا لنا العناصر والمكونات مع بعضهم. صافي ديك الساعه كنبقاو نزيدوا الدقيق بالتدريج، كنزيدوه غير باطراف الاصابع، من الاحسن ما ندلكوهاش باش ما كتجيش مطاطيه وكتجبد. نجمعوا غير بالاطراف الاصابع بحال اللي كنخدموا الصابلي. صافي غنجمعوا هنايا العجينه ديالنا وغنخليوها جانبا. غندوزو دابا التمر. عندي هنايا نص كيلو د التمر، عندي هنايا الزنجلان، عملت انا الزنجلان بياط، عندي شتيتو ديال الكركاع، نتوما كتشوفوا 2 معالق ديال الزبده، وربع كاس ديال المزهر، معلقه د القرفه ستيتوا، وشويه ديال القرنفل. صافي وكنبداو صافي كنجمعوه مزيان. صافي هذه هي العجينه ديالنا. كنبداو هنايا نعملوا نهز واحد الكويره صافي، وكنعملوا فيها التمر ديالنا. صافي كنكوروها وكننزلوا، كنكوروهم وننزلوا، نرشوا عليهم شتيتو ديال الدقيق، كنخليهم جانبا حتى كنساليو الكميه ديالنا كامله. صافي وكنخليوهم هنايا منزلين. صافي كنجيب ديك الطابع، ديك مدور، ديك الطابع مدور اللي بغى ينقشهم باللقاط، اللي نقشهم، اللي بغى يعملهم بديك الطابع مربع كاين او مدور يعملوا. انا صراحه عملتهم مسنسه كنعملهم بالطابع مربع، دابا عملتهم بالطابع مدور، كيجيو صراحه حتى الشكل ديالهم مزيون. هو هذا الطابع. صافي كنجيب ديك الطابع ديالي بحال هكذا، كننزلو على الكويره صافي، وكنزطم عليه كيخرج لي هذا الشكل هذا، كيعطي الشكل صراحه مزيون. صافي حتى كنسالي الكميه ديالي كامله، هي كيف ما كتشوفوا. صافي كندخلها للفران 160 درجه، الفران العافيه تكون مهيله. ملي كطيب كندردر عليها سكر كلاصي غير بواحد الصفاي. صافي هو هذا الشكل النهائي. كنتمنى على ان الحليوه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم.